السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واسعد حال ان شاء الله. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. غبت عليكم، والغيبة لها عذر، العذر مقبول وحلو يعني. سافرت البلد، رحت هنا وشفت حبايبي هناك واتطمنت عليهم، وقعدت مع سهراتي يعني سلايفي. قعدت معاهم واطمنت عليهم، وشفت اخوات جوزي، وشفت الناس اللي بقالي ياما ما قعدتش معاهم، وكان نفسي اطمن عليهم واشوفهم. كانت زيارة حلوة. ما قعدتش كتير، كان نفسي اقعد ياما معاهم. قعدتهم ما ينشبعش منه، وكلامهم حلو. كان اليوم يعدي علينا هوا كناش نحس بيه، ومواضيع كتير هنتكلموا فيها بعدين، وهنقولوا على حاجات كتير شفتها في البلد. المهم ان انتوا وحشتوني قوي 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 قوي، وغبت عليكم غيبة طويلة، وبإذن الله وبأمر الله هننزلوا فيديوهات حلوة مع بعض، وهنتكلموا في مواضيع كتير. وكان نفسي اصور لكم حبة حاجات في البلد، ما اسعدنيش الوقت ولا اسعفني. انها كانت زيارة قصيرة، بس اللي طلعت بيه ان انا اطمنت على حبايبي وشفتهم وقعدت معاهم، وعلى الحالة القعدة وعلى حالة الكلام. احلى حاجة ان انا اطمنت عليه. وحشتوني والله، كان نفسي اصور لكم شوية مناظر حلوة، بس صورت وانا رايحة في القطر، وصورت وانا جاية، وهنشوفوا المنظر واحنا ماشيين. ده يا جماعة الطريق بتاعنا واحنا رايحين لهنا. بأمر الله بإذن الله لو عرفت اصور لكم فيديوهات في البلد هصور، لو ما عرفتش بقى هنحكي على اللي احنا هنشوفوه. الطريق معانا اهوت، وادعوا لنا نوصل بالسلامة. ايه. وده بعد ما وصلنا لقنا، وخدنا مواصلة، رحنا البلد، رحنا المحروسة، بلدنا بلد الحبايب وأحلى حبايب. ولو عرفت بإذن الله أصور حاجة هصورها، ما عرفتش برضو هنتكلموا مع حبايبنا، ولنا لسه كلام كتير. دمتم في رعاية الله، حكايات مش هتخلص. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام. شيء